السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض البقسماط المطحون اللي احنا بنستخدمه في البانيه وغيرها من الاكلات اللي بنحتاج فيها البقسماط المطحون. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ادي دول شويه فينو مركونين عندي فتره. طبعا اللي هما شايفين نشفوا ازاي. تمام. طب لو انت عندك شويه فينو حابه تعملي منهم بس مش ناشفين قوي، طرال شويه، ممكن تدخليهم الفرن ياخدوا بس اللي هو هبوا الفرن اللي هو يسخنوا حبة، تطلعيهم يهدوا حبة هتلاقيهم نشفوا معاكي وقرقشوا. تمام. تبداي تطحنيهم. يلا بينا نطحنهم. تطحنيهم بالطريقه اللي انت تحبيها، ممكن بايد الهول تحطيهم في الكيس وتطحنيهم، ممكن في الكاتشن، ممكن في الكيتشن اللي هو بالطريقه اللي انت عايزاها اطحنيهم. يلا بينا نطحنهم. شايفين بعد ما طحناه عامل ازاي؟ اللي هو ما شاء الله كمية حلوة قوي ومعقولة. هنبدأ نحط معلقة من التوابل اللي احنا عاملينها، خلطة البهارات دي، والملح بشطة بكمون بتاعنا، واحنا كنا عاملين فيديو فيه الخلطة اللي احنا عاملينها بتاعت البهارات بتاعتنا. ولو مش ما شفتيش الفيديو مفيش مشاكل، ممكن تحطي توم باودر، بصل باودر، كمون، شطة، ملح، اللي هو تشكيلة ظريفة حلوة كده على ذوقك، على الفينو او البقسماط اللي عندك. يعني اي حاجات اللي هو عندك ممكن تطحنيها بالشكل ده وتحطي عليها شويه بهارات، هتبقى حلوه جدا ولذيذه. ادي اهو انا حطيت نص معلقه من البهارات ونص معلقه من ملح بشطه بكمون ونص معلقه ملح. يلا بينا نقلبهم كويس قوي. وادي اهو بعد ما قلبته حطيته في برطمان. البرطمان ده هحطه في التلاجة. على فكرة اي حاجة عندك فيها اللي هي توابل او بهارات او حاجات من دي لازم تحطيها في التلاجة، والا هتسوس. يعني الردة اللي انت بتجيبيها عشان الكبدة لازم تحطيها في التلاجة، وغيرها طبعا من الحاجات البقوليات لازم تتحط في التلاجة، خلي بالكم. تمام. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.